الحجر الأسود. حجر من أحجار الجنة أهبطه الله إلى الأرض فشع نوره، وحدود الحرم المكي الجغرافية حدت بناء على امتداده، فحيثما وصل شعاع ذاك النور أصبح حرما لله. والأصل فيه أنه ملك من عظماء الملائكة، وهو أول من آمن بالميثاق وأقر به. لما أخذه الله على الملائكة فاتخذه الله أمينا على جميع خلقه، فحوله بهيئة درة بيضاء وألقمه الميثاق، واستعبد جميع خلقه أن يجددوا العهد بالميثاق عنده في كل سنة، وهو يوم القيامة سيشهد بالموافاة لمن حضره في الدنيا، وذاك خلافا لما قاله البعض جهلا أنه لا يضر ولا ينفع. ففي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق. كان أبيض من الثلج فاسود من كثرة مسح أهل الخطايا والذنوب له، ولولا ذاك ما مسه ذو عاهة إلا شفي. ويقال أن طوله قدر ذراع، وأن السواد في رأسه فقط وسائره أبيض. فالذي يظهر منه في زماننا ونستلمه ونقبله إنما هو جهة واحدة من جهاته، يظهر منها 8 نتوءات صخرية مختلفة الحجم، أكبرها بقدر إصبع الخنصر تقريبا، وهي مغطاة بمادة هي خليط من الشمع والمسك والعنبر، وهي التي يراها كل مستلم للحجر. ربط الحجر الأسود بالفضة عندما تصدع من الأحداث التي جرت سنة 64 للهجرة، حيث احترقت الكعبة بسبب الحرب بين ابن الزبير الذي تحصن عندها وقائد يزيد بن معاوية لعنه الله الحسين بن النمير الذي رمى الكعبة بالمنجنيق، وتطايرت النار وأحرقتها، وهدم جزء من جدارها. وتكررت الفعلة بعدها ب9 سنين على يد الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني أمية. ولعل أفظع ما مر على الحجر الأسود حادثة القرامطة الذين أخذوا الحجر وغيبوه عن مكة المكرمة 22 سنة، ثم رد إلى موضعه سنة 339 للهجرة. فلقد غزا أبو طاهر القرمطي القطيف واحتلها، واحتل مكة المكرمة، وانتهب الحجر الأسود، وسن الحج إلى قرية الجش بالقطيف بوضع الحجر الأسود في بيت كبير فيها. وأرغم القرامطة شيعة القطيف بالحج إلى ذاك المكان، ولكن السكان رفضوا الانصياع لتلك الأوامر، فأحدث القرامطة المجازر فيهم وقتلوا خلقا كثيرين منهم.
سئل الإمام الصادق عليه السلام: لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره؟ قال: إن الله تعالى وضع الحجر الأسود، وهي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم، فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق، وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان، ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم عليه السلام، فأول من يبايعه ذلك الطير، وهو والله جبريل عليه السلام. وإلى ذلك المكان يسند القائم ظهره، وهو الحجة والدليل على القائم، وهو الشاهد لمن وافاه في ذلك المكان، والشاهد على من أدى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله عز وجل على العباد.